السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام رجاء. كذا المتتبعين ديالي، لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا البراونيز، كتجي رائعه وغزاله ومعلكه. تبعوا معايا المقادير جزاكم الله كل خير. بسم الله توكلت على الله. عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، عندي كاس صغير ماشي كبير، كاس صغير ديال اللوز خديته وحمرته واحد شويه نص تحميره باش كيعطيني داك التقرميله. وعندي كاس ديال القرقاع الصغير، يعني نحاول اللوز والقرقاع ما نهرمشهمش بزاف، ما نرققهمش، كنخليهم غلاط شويه يبقاو باينين. وعندي كاس صغير ديال التمر، ماشي التمر المعلك داك المعجن، لا، التمر يكون صحيح، وكنقطعوه بالموس طريفات صغار باش كيجيني داك التمر مع اللوز والقرقاع كيجي معلكين في البراونيز، كتجي رائعه وزوينه. نحاول نقطعو طريفات صغار ماشي معي، المهم ما نديروش داك المعلك. وعندي 2 حبات ديال البيض كبار، ولا كانوا صغار كندير 3. وعندي قبيصه ديال القرفه شويه. عندي كاس ديال الطحين قياس العنبه، وكاس سكر سنيده صغير، غير كاس صغير، كيس ديال الخميره ديال الحلوى، كيس ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، نص رابعه. وعندي شويه ديال الشكلاط حبيبات للتزيين، عندي نص رابعه ديال الشكلاط يكون ماركه مزيانه. كنقطعوه كنديرو في الكاسرونه وكنزيد عليه. دابا غنسبقوه هو الاول، ندوب الشكلاط والزبده هما الاولين باش يبردوا. كنزيد دوك 2 معالق ديال الزبده على الشكلاط، وكندير حمام مائي، وكنبقى مقابله داك الشكلاط حتى كيذوب، ونحيدو من فوق البوطه. عاد كنمشي نصايب نخدم البيض. كنسبق ديما اللي غيخدم هاد البراونيز يسبق الشكلاط هو الاول يحيدو باش يبرد، حيت الا درنا سخون مع البيض خدمنا مع البيض راه البيض داك البيض غادي يولي غادي يطيب لينا. نسبق الشكلاط نحيدو على جنب، عاد كنخدم البيض. راه مازال سخون. دابا ناخذ البيض ديالي نخدمو. كما قلت لكم البيض خاصو يتجبد من قبل من الثلاجه باش ما يبقاش بارد، باش يطلع لينا ملي نكونوا كنخدمو كيطلع البيض. كنزيدو واحد القبيصه ديال الملح، ضروري من ديك شويه ديال المليحه. والبيض يتخدم مزيان. الحاجه اللي غنصايبو نعطيوها الخاطر باش كتجينا رائعه وزوينه. كندير ديك شويه ديال المليحه، نخدمو البيض مزيان. بعد ما كنخدمو البيض مزيان كنزيدو السكر سنيده غير بشويه بشويه، ما كنديروش مره. يعني البيض خصو يتخدم مزيان. كنزيدو دابا السكر سنيده غير بشويه، كل مره كنزيدو شويه. حنا كنضربوا البيض وحنا كنزيدو السكر سنيده. بعد ما نخدمو مزيان السكر سنيده مع البيض كنزيدو داك الكيس د الفاني، قبيصه د القرفه. القرفه راه غير شويه ماشي بزاف، راس معلقه صغيره د القرفه. هاد القرفه النسمه ديالها كتجي مع الكركاع واللوز والتمر، كتجي رائعه وزوينه. وفعلا هي راه كتمشي مع اللوز في العقده، كتمشي مع التمر، كتمشي مع كل شيء. وكتجي واحد النسمه زوينه في هاد البراونيز مع الفواكه الجافه، ولكن غير شويه على راس معلقه صغيره كتعطي واحد النسمه زوينه. خلطو مزيان. من بعد كناخذوا داك الشوكولاط بعد ما برد لينا وكنزيدو غير بشويه بشويه وكنخدمو بهاد الطريقه. كنمشيو حنا كنخدمو مزيان باليد ديالنا.
هاد خاصة البراونيز كتخدم مزيان. حاولوا نخدموه مزيان. نزيدو الشوكولاط اللي بقى. من بعد ما كنخدموا الشوكولاط كنزيدو الطحين حتى هو بشويه بشويه. كاس ديال الطحين، ما نزيدوش عليه ما نقصوش، نديرو كاس الطحين كله. يعني نحاولوا نخدموا مزيان. كنزيدو دابا الطحين غير بشويه بشويه. حاجه ملي كنعطيوها الخاطر كتجينا زوينه. جربوا هاد البراونيز، راه كتجي رائعه وغزاله ومعلكه وديال تحميره الوجه. واللي بغى يزيد البيستاش يزيد البيستاش، هو تيجي زوين. حتى هو نهرمشوه شويه وكنديروه غير من اللوز والكركاع، ما نحاولوش نهرمشوهم بزاف، بقاو شويه طريفات صحاح شويه. كنزيدو الخميره، زدنا الطحين اللي بقى لينا ودرنا الخميره. دابا نخلطوا الطحين مزيان وكنديروا فواكه الجافه. نزيدو غير بشويه بشويه. خدينا ديك الطاوه ودرنا فيها ورق الزبده، كندهنوا واحد شويه، واحد دهنه خفيفه بالزبده. كندهنوا ورق الزبده من الفوق واحد شويه دهنه غير خفيفه. والفران كنشعلو على كنخدموه على 160 درجه ديال الحراره، 160 درجه ديال الحراره. وكندخلوا البراونيز الفران على كنخليوها 40 دقيقه ونخرجوه. كنلقاوها رائعه وغزاله. خليوها 40 دقيقه، ما نخليوهاش كتر. الا شفتوا الخليط راه كيبان ثقيل، ولكن راه المقادير هما هذوك مضبوطين. انا ما عنديش الميزان، ضابطه المقادير ديالي. هاد المقادير فيهم كاس ديال الطحين، ما نزيدوش عليه كما قلت لكم، ما نقصوش عليه. كناخذوا طاوه دهناي شويه، دهناي خفيفه، راه ماشي بزاف، غير شويه. ملي نديرها في الطاوه كنحاول نوزعها على الجنيبات، كنمشي مع بشويه بشويه معجنه ونقادها. كنحاول نعطيها الخاطر وكنمشي مع الجنيبات نحاول نقادها. والله يجازيكم بخير. ملي كندخلوها للفران كنخليوها 40 دقيقه. ملي كنخرجوها ما نقيسوهاش نهائيا، ما نحاولوش نحيدوها من الطاوه، كنخليوها حتى كتبرد، حيت هي راه ما شاء الله راه فتيه وهشيشه. الا حيدنا من الطاوه راه كتحل لينا وكتشتت. لا، كنخليوها حتى كتبرد مزيان. هاد ديك الساعه الا بغينا نحيدوها نديرها في شي طبسيل، ولا كنقطعوها في الطاوه وكنديروها في طبسيل. ايوا تزين، كل واحد يزين باش ما عطا الله. كنحاولوا غير نقادوها مزيان، نقادوها مزيان ونضبطوا المقادير، يكونوا مقادير مضبوطين مزيان باش كتجينا ناجحه وزوينه. وهاد البراونيز راه ناجحه 100%، راه كتجي رائعه وزوينه ومعلكه وديال تحميره الوجه. ما شاء الله بعد ما ندخلها للفران كنجبدها. نتوما تشوفوا كيفاش غتجي رائعه وغزاله وزوينه. دابا جبدتها من الفران مازال سخونه. دابا غندهنها بشويه ديال المربى ديال الحلوى من الفوق، غير شويه دهنه خفيفه. وكندير هذوك الشكلاط حبيبات من الفوق. واللي بغى يدير ياخذ الشكلاط يذوبو ويديرو من الفوق.
ولا ملي كتكون باقا خضره كتزيدوا فيها طريفات ديال الشكلاط. ملي قبل ما ديروها في الفران كتزيدوا فيها طريفات ديال الشكلاط من الفوق، عاد كتدخلوها للفران. ولا كتزيدوا شويه الكركاع ولا شويه اللوز ولا اللي كان من الفوق كتزينوا به. مازال خضره وكتزيدوا لها شويه الكركاع واللوز من الفوق كتدخلوها للفران. وممكن تخليوها حتى هكا راه كتجي زوينه. انا درت لها شويه ديال المربى وكندير واحد شويه ديال الشكلاط من الفوق، كتجي رائعه وكتجي غزاله وزوينه. جربوها راه تجي زوينه ومعلكه. دابا غنزيد داك شويه ديال الشكلاط من الفوق باش يعطينا واحد المنظر زوين. كنرشوا عليه وكنخليوها حتى كتبرد. دابا راه مازال سخونه، يلاه جبدتها من الفران. نحاول نوزع داك الشكلاط من الفوق، ولا كناخذوا شي طرف ديال الشكلاط وكنحكوه في ديك الحكاكه الغليظه ديال المطيشه. كناخذوا طرف ديال الشكلاط وكنحكوه في ديك الحكاكه الغليظه من الفوق، كنجروه كيجي عاطي واحد المنظر مشوك من الفوق حتى هو كيجي زوين. كما قلت لكم راه اللي كنزينوا به كتجي رائعه وكتجي غزاله وزوينه. براونيز ديالنا راه تتجي غزاله ومعلكه والتعليكه فيها يا سلام كتجي زوينه. البراونيز راه خليتها حتى بردات وحيدتها من الطاوه ودرتها في الطبسيل. كتجي رائعه وغزاله وزوينه. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله ديالكم وشاركوا في القناه. جزاكم الله كل خير، وبالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.